السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أبطال ثانوية عامة. فيديو النهاردة ده فيديو جامد جدا 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 ومهم جدا. طلبة كتير جدا بتتلخبط فيه لأنه بجد هو فعلا بجد بيبقى غريب شوية، ولكن النهاردة بفضل الله تعالى هخليك تحله كويس قوي قوي، تكون محترف فيه كمان. ركز معايا، فيديو جميل جدا ومختصر المفيد ان شاء الله باذن الله تعالى. النهارده انا عندي قاعده مهمه جدا كثانويه عامه، مهمه قوي قوي، وانا مسميها الباك تنس. حلو جدا. ايه بقى الباك تنس ده يا مستر؟ مع الكلمات دي حبيب قلبي. يعني كلمه باك تنس يعني يرجع للزمن خطوه لورا. باك تنس بنرجع بالزمن خطوه لورا. حلو قوي. انا مسميها باك تنس. ايه بقى مع الكلمات دي؟ اول ما اشوف الكلمات دي يعني زي كلمه بقى I wish, it's time, I'd rather, suppose, imagine, as if, as though, if only. الكلمات دي اللي بتشوفها حقق قاعده ايه بقى؟ الباك تنس. يعني الباك تنس يا مستر؟ خش على الجمله. كلمه اي ويش كلها هو طبعا اسمه انريل باست، الماضي الغير حقيقي. يعني بتمنى شيء كان المفروض يحصل بس ما حصلش. بتمنى حاجه ولكن ايه بقى هنا؟ كانت المفروض كنت انا عملتها بس انا ما عملتهاش. طبعا ده ماضي خلاص كده استحاله يتحقق. فانا اقول اي ويش اتمنى، او اتس تايم اللي هي الوقت وهكذا، او ود راذر او سبوز، كل ده معناها برضو واحد. فانا عايزك النهارده لما تشوف الكلمات دي كلها هتحفظها بس كده، تمام؟ تعمل باك تنس بس بشرط وجود فاعل. خلاص؟ يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني ايه الباك تنس يا مستر؟ يعني برجع بالزمن خطوه لورا، بخش على الجمله، اول ما الاقي الكلمه دي اي وش واي كلمات من الكلمات دي كده، اتس تايم او راذر وكل الكلام ده، اشهرهم دول. خلاص كده؟ اي وش، اتس تايم او راذر. خلاص؟ اعمل ايه؟ اعمل باك تنس بشرط وجود فاعل. بخش على الجمله، بحدد زمن الجمله. لو الجمله زمنها مضارع بسيط برجع خطوه لورا احط ماضي بسيط. طب لو الجمله زمنها ماضي بسيط اجابتك ماضي تام. يبقى تاني بعمل الباك تنس. ايه هو الباك تنس؟ بحدد زمن الجمله. شرط مع الكلمات دي، شرط وجود فاعل في الجمله. بعد الكلمات دي كده وجود فاعل، بعد اي وش في فاعل. فانا هعمل باك تنس امتى؟ مع وجود فاعل. يبقى تاني زمن الجمله مضارع بسيط اجابتك ماضي بسيط. طب زمن الجمله ماضي بسيط اجابتك ماضي تام. والنهارده مهمه جدا جدا، هتحس ان في حاجه غريبه كده، ان انت هتشوف النهارده كلمات داله على الماضي البسيط ومش بنستخدم ماضي بسيط، بنستخدم مين؟ ماضي تام. اهو جايزهم لك. لو الجمله مضارع بسيط اجابتك ماضي بسيط، لو الجمله ماضي بسيط اجابتك ماضي تام. من الاخر لو هتركز معايا كويس جدا، لما تشوف الكلمات دي كلها اجابتك دايما ماضي، اجابتك دايما ماضي. مع الكلمات الباك تنس اجابتك دايما ماضي. بحدد بقى ماضي بسيط ولا ماضي تام زي ما انا هحلها حالا دلوقتي. بخش على الجمله، بيقول لي اي وش. حلو جدا. هعمل باك تنس بشرط وجود فاعل، بشرط وجود فاعل. اعمل باك تنس يعني يا مستر؟ بحدد زمن الجمله. بيقول لي اي وش انا بتمنى I not where my friend is. من زمن الجمله قلت له دي is زمنها مضارع. حلو؟ مضارع بسيط. فانا هعمل باك تنس. الاجابه اللي انا محتاجها هنا كده محتاجها ماضي. ماضي بقى، برافو عليك، ماضي بسيط. لو انا عندي الجمله مضارع بسيط الاجابه بتاعتك ماضي بسيط. مضارع بسيط الاجابه ماضي بسيط. فيذهب ايه بقى؟ المضارع الى الجحيم. خش على الجمله ماضي بسيط. بيقول لي كلمه نو يعني يعرف، دي زمانها مضارع. انا قلت له انا مش عايز مضارع، انا محتاج ماضي بسيط بالسلامه. من كلمه هاف نون، كلمه هاف زمانها مضارع، وعشان تصريف ثالث بقت مضارع تام على بعضها كده. مضارع تام، انا مش محتاج مضارع تام. خلاص؟ خش على الجمله. بيقول لي وير، قلت له زمانها ماضي. حلو جدا. واي ان جي بقت ماضي مستمر. ومن كلمه وير نوينج اصلا غلط. كلمه نوينج لا تاتي في الاستمرار، كده كده اصلا غلط. وصلت الاجابه؟ قال لي دي الاجابه بتاعتي. من كلمه نو هقول له زمانها ماضي تصريف تاني ماضي بسيط، بقت اجابتك. فبقول لك هنا اي وش انا اتمنى اي نو وير ماي فريند از. والله كان يا ريت نعرف ايه صاحبي ده كان فين. خلاص؟ طيب خش على الجمله. بقول لي ايد راذر. حلو جدا. اول ما اشوف ايد راذر بعمل ايه يا فندم؟ بعمل الباك تنس بس بشرط وجود فاعل. برافو عليك، بشرط وجود فاعل. من كلمه هنا بيقول لي ماي، دي في فاعل موجود، يبقى انا هعمل الباك تنس. بس لازم عشان اعمل باك تنس احدد زمن الجمله. بيقول لي ماي نقط هنا هير تايم. طبعا هتقف قدام الجمله كده، فين زمن الجمله؟ ولا هيبان عليها مضارع ولا ماضي ولا اي حاجه. فناخدها بقى قاعده ثابته مهمه جدا. اذا لم يتحدد زمن الجمله، اذا لم يتحدد زمن الجمله، مش قادر اعرفها ان هي مضارع ولا ماضي ولا اي حاجه. اذا لم يتحدد زمن الجمله، زمن الجمله مضارع. مهمه جدا. اذا لم يتحدد زمن الجمله زمنها مضارع. اذا لم يتحدد زمن الجمله زمنها مضارع. ما عشان اعرف طبعا الجمله دي لو هي مضارع هحط بقى جمله ايه؟ ماضي بسيط. يبقى هنا من كلمه هنا مايا نقط هير تايم مش محدد زمن الجمله، هقول له الجمله دي زمنها مضارع
بسيط، زمانها مضارع بسيط، فانا الاجابه بتاعتي محتاج مين؟ هعمل باك تنس، يعني اجابتك ماضي بسيط. فالمضارع يذهب الى الجحيم، دخلت على الجمله بيقول لي كلمه ويستد، قلت له دي ماضي، وعشان ماضي بس اهي، ماضي ايه بقى؟ ماضي بسيط. ويستد يعني يهدر، خلاص كده؟ طيب نوت ويست، نوت ويست، فكك من كلمه نوت اللي هي النفي، انا عندي كلمه ويست هي مصدر بقى زمانها مضارع، وانا مش محتاج مضارع، انا محتاج ماضي بالسلامه. بيقول لي hadn't wasted، من كلمه had او hadn't هقول لي زمانها ماضي، بس هنا hadn't وتصريف الكام؟ التالت، طالما had والتصريف التالت بقت زمانها ماضي تام. انا عايز ماضي بسيط بالسلامه للماضي التام. دخلت على الجمله من كلمه didn't، انا عارف ومذاكر الماضي البسيط، ارجع للفيديو ده مهم جدا واسمعه. didn't هنا زمانها ماضي بسيط، وادي المصدر بعدها، وانا محدد له الاجابه بتاعتي ماضي بسيط، اجابتك بقت معاك. خلاص؟ حلو. ما فهمتش؟ بص نقول تاني. بقول هنا I'd rather، شفت كلمه I'd rather هعمل ايه؟ هعمل باك تنس. I'd rather هعمل ايه؟ باك تنس بشرط وجود فاعل، بشرط وجود فاعل. بحدد زمن الجمله. ايه زمن الجمله هنا؟ بيقول لي مايا her time last week، دخلت على جملتها كلمه last week من كلمات الماضي الايه؟ الماضي البسيط. اعمل ايه؟ بعمل باك تنس، يعني من ماضي بسيط انا الاجابه اللي انا عايزها هنا هرجع بقى خطوه لورا بقت ماضي تام. انت محدد الاجابه، فبالتالي تختار اجابتك وانت مرتاح جدا. برضه اخش على الجمله، طالما محتاج ماضي يبقى ايه؟ المضارع يذهب الى الجحيم. بحدد الجمله الاول من كلمه ويست، ويستد، هقول له بقى هنا ايه؟ زمانها ماضي بسيط. حلو جدا، فخليها كلمه نوت ويست، لان ويست مضارع، دي مصدر بقى زمانها مضارع، انا مش محتاج مضارع، انا محتاج ماضي. طلعتها من كلمه هادنت، قلت له هاد زمانها ماضي، بس دي مش هاد لوحدها، ده هاد والتصريف الكام؟ الثالث، طالما هاد والتصريف الثالث بقت زمانها ماضي تام. بقت هادنت ايه؟ ويستد، ماضي تام. هخليها didn't waste، من كلمه didn't قلت له زمانها ماضي بسيط، انا مش عايز ماضي بسيط، انا عايز ماضي تام. طلعت الماضي البسيط، اخدت الماضي التام. بيقول هنا I'd rather مايا hadn't wasted her time last week، يعني كنت اتمنى ان مايا ما كانتش ضيعت وقتها الاسبوع اللي فات. هنا I would rather برضو نفس الكلام، نفس المينينج. بص اخش على اللي بعدها. هنا بقى نمبر 4 مهمه جدا. انا قلت لك هنا بعمل الباك تنس امتى؟ بشرط وجود فاعل. بعمل الباك تنس امتى؟ بشرط وجود فاعل. يعني لقيت الفاعل اعمل الباك تنس، احدد زمن الجمله مضارع بسيط، اجابتك ماضي بسيط. حدد زمن الجمله ماضي بسيط، يبقى ماضي تام بشرط وجود فاعل، بشرط وجود فاعل، بشرط وجود فاعل. طب مستر دخلت على وود راذر ما لقيتش فاعل، ما لقيتش فاعل، اعمل ايه؟ استنى. يعني اعمل يا مستر دلوقتي؟ قال لي هنا بص يا فندم، مع كلمه اي ويش وات از تايم لو بدون فاعل، مفيش فاعل موجود، اجابتك طول المصدر. يبقى تاني اي ويش ات از تايم بدون فاعل طول المصدر. طب اي وود راذر بقى بدون فاعل مصدر بس. اثبتها بقى. اي ويش ات از تايم بدون فاعل طول مصدر. طب اي وود راذر بدون فاعل مصدر بس. اي ويش ات از تايم بدون فاعل طول مصدر. اي وود راذر بدون فاعل مصدر بس. بخش على الجمله، قال لي هنا اي وود راذر بدون فاعل، اعمل ايه؟ يبقى انا محتاج مصدر بس. حلو جدا. بيخش هنا قال لي نوت ويست، قلت له نوت ويست، كلمه هنا ويست يعني يهدر، معناها يهدر مصدر. وكمان ايه بقى هنا؟ نوت ويست ادي مضارع، نو سوري قال لي نو ويست، خلاص كده دي زمانها مصدر سبتها بس منفيه، كلمه نو دي هي بس منفيه، خلاص كده. طيب بيقول هنا نوت تو ويست، هل دي مصدر يا فندم؟ هقول له لا دي مش مصدر، ده قبلها تو، وانا قلت لك اودازا هي عايزه مصدر بس، يعني مش محتاج تو، دي كده غلط. دخلت على الجمله من كلمه هاد قلت له زمانها ماضي، وعشان تصريف ثالث بقت ماضي تام. سيادتك عشان لو تختار هنا هادنت لازم اللي يجي قبلها فاعل، لازم يكون فاعل. هنا مفيش فاعل فقلت له بالسلامه مش عايزها. didn't قلت له didn't زمانها ماضي، ماضي ايه؟ ماضي بسيط. وديدنت لازم قبلها فاعل، لازم قبلها فاعل. didn't لازم يكون قبلها فاعل، مفيش فاعل فهتطلع منه. hadn't مفيش فاعل فبرضه هتطلع. فاضل لي هنا ايه؟ برضه دي فيها تو، طلعت بره. وصلت لاجابتك بقت نو ويست، ادالك نفس المعنى. I would rather no waste my time. يا ريتني ايه بقى؟ كنتش ضيعت ايه؟ وقتي. اخر جمله عندك هنا بيقول لي it is time they، طبعا شفت كلمه it's time فبعمل ايه؟ بعمل الباك تنس. it is time بعمل باك تنس بشرط وجود فاعل، بشرط وجود فاعل. بعمل باك تنس امتى؟ بشرط وجود فاعل. وعشان اعمل باك تنس لازم انا احدد زمن الجمله. فانا من الجمله دي بيقول لي هنا they home from school I wonder what has delayed them.
من غير ما اترجم اي حاجه قابلت كلمه ايه؟ هاز، ومن كلمه هاز عرفت يا مستر دي زمانها مضارع، فانا هرجع بزمن الجمله، يبقى انا محتاج هنا يبقى ماضي بسيط، يبقى المضارع يذهب الى الجحيم. بخش على الجمله من كلمه هاد قلت له زمانها ماضي، وعشان توصيف ثالث دي ماضي تام، انا عايز ماضي بسيط بالسلامه. بيقول لي هاف قلت له دي زمانها مضارع، ومضارع ايه بقى؟ مضارع تام، انا مش محتاج مضارع تام، محتاج ماضي بسيط بالسلامه. خلاص. طب كلمه جو قلت له زمانها مضارع، فبرضه مش عايز المضارع. بيقول لي وينت قلت له دي زمانها ماضي بسيط تصريف تاني، دي الاجابه بتاعتك. خلاص. وكده كده اصلا ايه؟ الباك تنس زمانه ماضي. طب تخيل بقى لو احنا شلنا الفاعل في الجمله دي، هتبقى اتس تايم، يبقى تو المصدر كانت هتبقى تو جو، لان قلت لك هنا اي ويش واتس تايم بدون فاعل تو المصدر، اي ويش اتس تايم تو اللي بقى تو المصدر بدون فاعل، واي وود راذر المصدر بس. اتمنى تكونوا فهمتوها، ومنتظركم. كان معكم حمد عادل، اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، وانتظروا فيديوهات كتير في فيديوهات كتير جدا نازله ان شاء الله باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم.